هل لازم تبقى فريلانسر علشان تبقى ديجيتال نوماد، ولا ممكن تبقى موظف عادي او صاحب بيزنس عادي او حتى لسه في بداية الطريق وتتحول بشكل قانوني 100% الى ديجيتال نوماد؟ استنى، الاجابة دي هتغير نظرتك للموضوع كله. فخليني قبل ما اتكلم اقول لك اهلا بيكم مع دكتور ايميجريشن. انا اكبر صانع محتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي، والنهارده احنا بنتكلم على ازاي ان انت تصبح ديجيتال نوماد وتغير طريقة حياتك وطريقة شغلك. بس خليني اقول لك حاجة مهمة في البداية. اكبر غلط بيقع فيه الناس انهم فاكرين ان الديجيتال نوماد ده معناه شغل حر وبس. بس الحقيقة ان دوت مش صحيح. الديجيتال نوماد الحقيقي هو شخص بيقدر يشتغل من اي مكان باي شكل قانوني وباي هيكل دخل مناسب ليه. فخليني اقول لك مثلا تأسيس شركة دي واحدة من افضل الطرق اللي تخليك ديجيتال نوماد. ليه؟ لانك بدل ما تبقى فرد بيستقبل فلوس، انت هتبقى بيزنس بيستقبل فلوس. بس استنى، اول ما تبقى شركة انت مش مربوط بدولة واحدة، تقدر تقدم خدماتك لاي حد في العالم، تستقبل فلوس بشكل رسمي، سواء كنت فريلانسر، كونسلتنت، ايجنسي اونر، او حتى كونتنت كريتور. في طريقة تانية وهي العمل بي تو بي، يعني بدل ما تشتغل كموظف انت تشتغل كمقدم خدمة لشركات. وده مهم جدا لان الشركات ما بتسألكش انت فين، هي بتسألك انت بتقدم لي ايه وهتقدم لي الخدمة دي امتى. في عالم الديجيتال نوماد الوظيفة مش هي اللي بتحدد حريتك، لكن طريقة التعاقد هي اللي بتحددها. طيب في طريقة ثالثة زي مثلا الفواتير الدولية، وده معناه انك تقدر تبعت انفويس او فاتورة لاي عميل في اي دولة، وده بيخليك تتحرك بسهولة من غير ما تحتاج وظيفة ثابتة، سواء كنت بقى بتشتغل تصميم، بتشتغل برمجة، بتشتغل تسويق، مونتاج، او حتى صنع محتوى وكونسلتيشن. كل ده ممكن يتحول لنظام فواتير دولية. رابع طريقة وهي الكرييتور ايكونومي. الكرييتور ايكونومي دي واحدة من اقوى الطرق في 2026. طب يعني ايه دي يا عم الدكتور؟ انك تبني دخل من المحتوى، سواء بقى يوتيوب، سواء بقى تيك توك، انستجرام، بغض النظر عن المحتوى، فانت بتبني دخل من المحتوى اللي انت بتعمله. المحتوى مش بس للشهرة، ده ممكن يبقى جواز سفر لحياة عالمية، لانك تقدر تعمل سبونسرشيب، افيليت انكم، براند ديلز، ديجيتال برودكتس، وتقبض من اي مكان في العالم. طيب الطريقة الخامسة وهي الكونسلتيشن، ودي طريقة سهلة جدا واي حد عنده خبرة في اي مجال ممكن يعملها. ودي الطريقة حتى المحببة ليا، انك تقدر تبيع خبرتك. تبيع خبرتك مش وقتك، انت بتبيع معرفتك، وده من اسرع الطرق للتحول. طب ليه؟ لانك ممكن تبدأ خلال ايام مش شهور، وبالتالي تبدأ ان انت تتحول لدخل اونلاين، دخل عن طريق الكونسلتيشنز اللي انت ممكن تعملها من اي مكان وتعملها عن طريق الانترنت. طيب في سادس طريقة وهي الايجنسي موديل. يعني ايه الايجنسي موديل؟ يعني تبقى مدير خدمات مش منفذ خدمات، بمعنى تجيب عملاء وتدي ناس تانية تنفذ الشغل. وده بيدي لك حاجة مهمة جدا، الحرية. انت فقط بتجيب عملاء والناس تانية هي اللي بتنفذ الشغل. وده اكبر فرق ما بين موظف عادي وما بين الديجيتال نوماد، ان الموظف بيبيع وقته، اما النوماد فهو بيبيع نظام. طيب الطريقة السابعة هي الانترناشنال كلاينتس او العملاء الدوليين، ودي اهم عنصر في الحلقة كلها، انك تبقى بتشتغل مع عملاء من بلد بره بلدك. طب ليه ده مهم؟ لان اول ما دخلك يبقى دولي، انت كده خرجت من حدود البلد اللي انت عايش فيها ودخلت في الاقتصاد العالمي. الحرية مش في السفر، الحرية في مصدر الدخل نفسه. فعشان كده خلينا نلخص لك الصورة بسرعة. انت قدامك 7 طرق قانونية، يا اما تأسيس شركة، يا اما بي تو بي كونسلتيشن، يا اما فواتير دولية، يا اما تبقى one of the creators وتبقى content creator وتحقق دخل من كده، يا اما تعمل كونسلتيشن حسب مجالك وحسب خبرتك، يا اما تشتغل في ايجنسي موديل، يا اما انترناشونال كلاينتس. كل طريقة من دول ممكن تخليك ديجيتال نوماد بدون ما تغير حياتك فجأة. لكن المهم مش انك تختار طريقة واحدة وخلاص، لا، لازم تختار اللي يناسب مهاراتك ويناسب ظروفك الحالية. في الحلقة الجاية هنتكلم عن اكتر خطوة في الرحلة كلها، ازاي اصحاب البيزنس اللي عندهم شركات وعندهم بيزنس يقدروا يحولوا شركتهم بالكامل لنظام ديجيتال نوماد، بدل ما يخسروا الاستقرار او يخسروا العملاء. ولو لسه بتتفرج عليا من البداية، حابب اقول لك تراجع الحلقات اللي فاتت، لان كل حلقة مبنية على اللي قبلها.
سؤال الحلقه النهارده، لو عندك اختيار تبدا واحده من الطرق اللي احنا ذكرناها، هتختار انهي طريقه؟ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تشير الحلقه دي مع اصحابك، واكيد هيستفادوا من المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها. اشوفكم على خير.